فريق مواليد 2007 في حاجه لاول مره، مش عارف، يا ريت هاني يشاركني، هاني عبد الصبور. لاول مره اعرف ان في حاجه اسمه دوري مدارس بتنظمه الاتحاد المصري لكره القدم. يعني تم تاجيل مبارياتهم في دوري الجمهوريه. فرقه ايه يا دكتور؟ ده دوري مدارس بيعملوا اتحاد الكوره ل 2007. اي فرقه اللي بتتكلم؟ 2007 يا فندم، على مستوى الجمهوريه. على المستوى كله. الدوري كله. لم يتم تاجيل مبارياتهم. تواصل معايا اولياء امور كتيره جدا. الغريبه ان الماتشات 2:30 والاولاد بيمتحنوا، فبيخلصوا الامتحان 2 مفيش تنسيق ويروحوا اللي لقوا الحكم مستنيهم نص ساعه تاخير. والمفاجاه بيكلمني امبارح الاخت الفاضله والصحفيه الكبيره منى نور الدين بالاهرام الرياضي، ابنها نور ابن صديقي الاعلامي والكاتب الصحفي الفني الكبير محمد فاروق في الدوري ده. بتقول لي نور خلص الامتحان الساعه 2 وعنده ماتش 2:30. هيلحق امتى؟ وتعالى المفاجاه، راح اتحاد الكوره اجل لهم بكره، اجل لهم يوم الثلاث، واجبرهم يلعبوا السبت، ويوم الاثنين اخر الامتحانات. لا لا لا، هو كده مفيش تنسيق. لا نرجع بقى، لا ده سيبك، مفيش تنسيق بس، ونرجع بقى بعد كده نقول ايه هي المواهب فين؟ وانا كولي امر ابني عنده امتحان كده تعمل ازاي دون تنظيم مع وزاره التربيه والتعليم ازاي؟ لا ما حدش عنده تقويم، مفيش حد، مفيش مسؤول بيقعد يمسك اجنده. احنا بنتفاجئ يعني، تلاقي المسؤول اللي عمل الجدول ما يعرفش ان في امتحانات. اتفضل. انت واحد من اقوى المواقع في مصر والوطن العربي. لا نتبنى الموضوع ده بعد اذنك انا عايز اسال، انت كنت تعرف دوري المدارس ده بتاع اتحاد الكوره؟ لا والله، انا اخر حاجه اعرفها في دوري المدارس محمد صلاح وحجازي. دي اخر حاجه. محمد الطويله محمد الطويله في بيبسي. شكرا. كلمني المحترم المخرج الكبير شريف الجمال، كبير مخرجي التلفزيون المصري في الفضائيه، وكان ليا معاه تجارب كبيره، واحد من اهم المخرجين في مصر. برضه ابنه نفس المشكله، مش معقول. وبعد كده اللي بيكلمني اعلاميين، ولقيت الموضوع برأي عام على الفيسبوك. لا ما هو لازم يا جماعه ولادنا بتمتحن. طب فين اللي عمل الجدول؟ انا واثق ان جمال بيه علام بريء من الليله دي ومش عارف انا حاجه زينا طبعا، ولكن اللي عمل المسابقه فين يا فندم من التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم؟ ولا وكمان يا ريس في سؤال تاني نطرحه، هو الهدف من المسابقه ان ناس تكسب وناس تلعب تكسب وتخسر، ولا ان انت تكتشف مواهب اكتشف مواهب جديده؟ يبقى انا بقى الموهبه دي عشان اجيبه اقدر اطلع كل حاجه عنده. ده اولياء امور كاتبه على فكره، دي تعليقات اولياء امور. انقذونا يا جماعه، اولادنا بتضيع. بص شايف كله ده. انا دلوقتي موهبه بقى، طفل دلوقتي صحي من النوم، لا صحي الساعه 8 من النوم، مثلا كان بيذاكر بالليل، صحي الساعه 8 راح الامتحان خلص الساعه 2، اجيبه يجري ازاي في الملعب واقول له انت مش موهوب او انت ضعيف؟ انا لازم اوفر له راحه، واوفر له تغذيه سليمه، واوفر له ظروف يقدر يلعب فيها ويبين مواهبه. اعمل جدول في تنسيق ما بينه وما بين الامتحانات. وهم لما ياخدوا اجازه ال 15 يوم بتوع الامتحانات دول ايه اللي هيحصل؟ يعني 15 يوم لو الدوري ما تلعبش ال3 اسابيع دول ايه اللي هيحصل؟ خلينا الاستاذ المحترم والمخرج الكبير شريف الجمال معنا عبر الهاتف. صديقي العزيز والمخرج الكبير شريف الجمال، اشرف بوجودك معايا في كرة بلدنا. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر، ومساء الخير على كل النجوم الموجودين في الاستوديو. وطبعا يعني مش هتكلم عليك كده، انت عارف انت 10 سنين عبد الناصر زيدان، يعني المجدعه والرجوله كلها. ربنا يخليك. طبعا انا هكمل ورا كلام حضراتكم طبعا وكلام الساده الضيوف اللي عند حضرتك. احنا فعلا في مهزله. عاوز اقول لحضرتك ان احنا عندنا ماتش بكره الساعه 2:30، والاولاد كلهم عندهم امتحان بكره من 8 لحد الساعه 1:30. انا هقول لك حاجه استاذ عبد الناصر وما تستغربش، عاوز اقول لك احنا ماتشنا مثلا ماتش الاعلاميين بكره مع العبور في العبور. متخيل حضرتك الولد هيبقى صاحي الساعه 6 الصبح عمال ما يفطر ويروح الامتحان ويخلص الساعه 1:30؟ ممكن تقول لي هيمشي ازاي، يوصل ازاي لغايه العبور في ساعه وربع من 6 اكتوبر؟ مدرسته فين اصلا؟ ولما مدرسته فين حضرتك؟ مدرسته في اكتوبر يا فندم. يا لهوي. ده انا عاوز اقول لحضرتك الطامه الثانيه كمان يا فندم، ان في اولاد من الاقاليم استحاله يعرفوا يجوا، لانه بيخلص امتحان في الاقاليم الساعه 1:30، عمال ما يجي القاهره بقى فيها 3 4. طيب الغريب بقى يا استاذ عبد الناصر ان انا تواصلت مع الكابتن صلاح، ده رئيس لجنه المسابقات، مشكورا. انت حضرتك بتقول هم اجلوا الثلاث، لا هم اجلوا الثلاث لان انضغط عليهم بواسطه جامده جدا جدا، وقلنا له احنا هنعمل قلق، ما ينفعش الاولاد تلعب الثلاث. فكتبنا ورق كل الانديه ان الماتش بتاع بكره وبتاع الثلاث يتاجل،
طبعا الكابتن صالح في منطقه الجيزه عنيف جدا، يعني هو ما اعرفش هو اشترانا او مثلا فاكر الرياضه اهم من مستقبل الاولاد في التعليم. اسمه صالح مش فاهم الصراحه استاذ عبد الناصر. اسمه صالح مين؟ اسمه صالح ايه؟ الكابتن صالح ده في المنطقه في اللي هو منطقه الجيزه اللي عند نادي الترسانه، مبنى المنطقه بتاع اتحاد الكره بتاع الجيزه اللي عند يا نادي استاذ احمد الترسانه. معتمد اسمه صالح مين؟ ما اعرفش استاذ عبد الناصر والله. لا هجيب لك انا هجيب لك الاخ صالح عبد الحميد. مش عارف، بس المشكله في عناد غير طبيعي. عاوز اقول لك حاجه يا استاذ عبد الناصر كمان، ان دوري الجمهوريه الف اللي فيه اهلي والزمالك اتاجل، ودوري المنطقه بتاع المناطق اتاجل. السؤال ليه الجمهوريه ب ما تاجلش؟ سؤال. وعلى فكره انا طلبت من الاستاذ صلاح رئيس لجنه المسابقات وقلت له على فكره اجل الماتشين دولت، وعندك الاسبوع 22 والاسبوع 23 في اماكن فاضيه يا استاذ عبد الناصر. رفضوا، عندهم تعنت غير طبيعي، كأن مستقبل اولادنا ملوش اي لازمه. خد بالك برضو 2007 عيال صغيره، يعني هو هيركز في الماتش بتاع بكره ولا هيركز في الامتحان؟ دي مشكله كبيره برضو استاذ عبد الناصر. يعني الاولاد مش مثلا ايه في كليه، لا عيال برضو صغيرين. عارف المشكله دي حلها ايه؟ ايه يا استاذ عبد الناصر؟ ان صالح لو معاه واد من الولاد في فرقه كان اجل الدوري ده. عنيد بشكل غير طبيعي. والله العظيم. فعلا. والله. وبعدين في حاجه كمان يا استاذ عبد الناصر، المنظومه غلط. يعني المنظومه مبنيه غلط. بمعنى ايه؟ معايا يا استاذ عبد الناصر؟ معاك. يعني انت مثلا الدور الثاني كله يا فندم بيلاعب الاولاد 2007 سبت وثلاث. الاولاد دي عندها امتحانات وعندها دروس وعندها مدرسه، ضغطهم الدور الثاني كله سبت وثلاث. السؤال طب ما تبتدي الدوري بدري في شهر 8 بدل ما بتبتديه في شهر 10 وتضغط الاولاد. هو ليه يا فندم احنا ليه ما عندناش منتخبات ناشئين زي بره استاذ عبد الناصر؟ لان المنظومه بتاسس لها غلط. يعني عاوز اقول لك في اوروبا الدول المتقدمه كلها استاذ صالح اللي ما بيهتموش. عشان عندنا الاستاذ صالح، احنا عندنا الناس الاستاذ اللي صالح عبد الحميد. وعايزين نقول يعني الريس بيطالب بالاهتمام بالمواهب، وصالح عبد الحميد بيقتل المواهب. مش عارف يا استاذ، عاوز اقول لك بره، معلش مش هطول عليك، بره في المانيا مفيش دوري قبل 2003 بيسموه بعد كده دوري مهرجانات. ليه؟ لان بيعلم الاولاد كوره وازاي يلعب كوره. احنا بنضغط الاولاد ولا ينجحوا في الكوره ولا ينجحوا في التعليم. انا شاكي ليك يا استاذ عبد الناصر ودايما في تالق كده. ومعلش كلمه اخيره بس، حضرتك وانت بتقول نتائج الجمهوريه ده قلت المهزله التحكيميه بتاع الاعلاميين والانتاج الحربي. فعلا يا استاذ عبد الناصر اللي حصل النهارده، انا اسف اسمه فجر تحكيمي. عاوز اقول لك الجون الاول يعني كوره دخل الجون بمتر وقال لك لا ده ما دخلتش. الجون الثاني اللاعب شايل الكوره من الخط بايده وواضحه. يعني في كوره ممكن يبقى ايه؟ لا لحظه يا استاذ شريف. الاستاذ احمد معتمد مدير التحرير بيقول لي بتسمع من طرف واحد. يا استاذ احمد معتمد، في القضايا الاعلاميه بدل ما بتفهمش ما تتكلمش. في القضايا الاعلاميه ما لا يسمح ليك انك تسمع الطرف الثاني. ايه هو؟ جدول امتحانات يا فندم. ابعته لك على الواتس دلوقتي صح؟ معايا. يا لا انا بتكلم بعد اذنك، انا بتكلم على دوري المدارس. جدول امتحانات اهو. اسمع صالح عبد الحميد على ايه؟ الجدول اهو. والعيال عندها امتحانات. انا عندي ابني عنده امتحان بكره وراح يلعب ماتش في العبور الساعه 2:30. انا كذاب. ابعت لك الجدول وابعت لك جدول. لا هو الاستاذ احمد معتمد يقصد ان نسمع صالح عبد الحميد. ربما دي ما فيهاش طرف اخر يا استاذ عبد الناصر، ده جدول امتحانات معروف وجدول مباريات معروف. طب ماشي. شكرا. انا شاكر لحضرتك استاذ عبد الناصر، واتمنى تعمل دايما فقره تحكيميه في البرنامج. بعد يا فندم الفقره التحكيميه جاهزه بعد الهوا على طول. الحكام بتوع الدرجه الثانيه يا استاذ عبد الناصر مبهدلين الدنيا فعلا يا فندم. عندنا الفقره التحكيميه بعد قليل مع الكابتن وجيه احمد، وعندنا الهدف بتاع الاعلاميين الملغي. ودايما متالق يا استاذ عبد الناصر، ومساء الفل على كل ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا يا فندم. عايزين نعلق بس يا استاذ عبد الناصر سريعا عشان الناس ما تفتكرش ان الموضوع مباريات كوره و2007. الموضوع ابعد من كده. انت بتودي طفل صغير نشئ يروح يلعب كوره ومنهك جسديا ونفسيا، وبتطلب منه بعد كده يطلع موهبته. ده حتى اللي بينجو من هذه المذبحه بيتصاب بعد كده يا كابتن اسامه لما بيوصل للفرق الاولى في انديته. تلاقي اللعيب بيلعب 3-4 ماتشات ويقول لك اصل عنده اصابه عضليه بسبب التاسيس. طب فين التاسيس واحنا اصلا بندمر المواد بتاعتنا بايدينا عشان خاطر موظف عارف ان في امتحانات وبيحط نفس التوقيت مع جدول الامتحانات. دي مش حاجه واحده يا استاذ، يعني في حاجات كتير جدا لازم. بعدين دي من ضمن الاسباب. احنا هنعمل حلقه لان عندنا خراب في قضاء الناشئين على مستوى الجمهوريه.